مبدئيا كده عشان نكون متفقين انك تعرف تسوق في البلد دي موهبة وقدرة خارقة المفروض تفتخر بيها، زيها زي كأنك بتقرقش ازاز او بتجر عربية بشعر صدرك. اللي اخترع الشتيمة بالكلاكس ده كان واحد رايح مشوار عادي، فما فيش عليك اي احراج في الشتيمة وانت سايق. اهم حاجة تكون متأكد انك قافل الشباك علشان محدش يسمعك وانت بتشتمه وينزل يدغدغ دماغك بالكوري. لو خبطت حد من ورا بتبقى غلطان، ولو حد خبطك من ورا بتبقى انت الغلطان برضه. لو عربيتك عطلت وانت ولد هتلاقي جنبك كده ارقام بتاعت اوناش، ابقى كلمهم يا يجولك يا ما يجوش، انت ونصيبك يعني. لو انت بنت بقى يا لهوي، هتلاقي 300 عربيه وقفولك على جنب، 25 بيغيروا الفرده و30 بيدوقوا الزيت و50 بني ادم بيزقوا و95 بينفخوا الكاوتش ببقهم، والباقي بيدوكي ارقامهم عشان لو عطلت تاني تتصلي بيهم. لو لقيت حد بيعدي الشارع فجاه استعد، مش استعد ليك، استعد لشتمتك، لانك في كل الاحوال هتتشتم. لو ما وقفتش علشان تعديه هيشتمك، ولو وقفت علشان تعديه اللي وراك هيشتمك. لو ماشي ورا تريلا بالليل على طريق سفر يا ريت ما تقعدش تزمر، عشان السواق يا بيبقى نايم ولو صحي هيمسح بيك الاسفلت، يا بيكون ضارب جوب وهينزل يسايكب على اللي خلفوه. الاساتذه سواقين التاكسي الابيض يا ريت نبطل لعب في العداد، يوم القيامه الحصان اللي بيجري في العداد ده هيشهد عليك يا اخي. مبدئيا كده خلينا متفقين ان في قرارات عمرها ما بتتنفذ، زي القرار اللي بيبدا بكلمه انا هبدا من بكره، انا هبدا اصلي من بكره، انا هبدا دايت من بكره. قرار دايت ده تحديدا هيفضل طول عمره قرار. في قرارات بتبقى صعبه وبالاخص للامهات، زي قرار هتنزل الشتوي امتى. الام ما بتقررش الا لما حد من البيت يجيله التهاب رئوي، او عرفت ان اختها نزلت الشتوي فغارت منها ونزلته. في قرارات كده ما ينفعش نعلنها، زي قرار اللي يقول لك انا قررت اقفل على نفسي علشان مكتئب شويه. طب انت بتعرفنا ليه؟ هي مش خطوبه عشان تعزمنا يعني. في قرارات كده مش مفهومه، يعني قرار ينزل صوره لمايل خرسيتي وهي شايله الكلب بتاعها ويكتب عليها حكمه بفونت 14 اندلسي، مش بالساهل تلاقي حد يستاهل. وما اكتفاش الفاجر ده، رفعها على الفيس وعمل تاج لكل اصحابه. والانيل بقى القرار اللي جه من اصحابه انهم يكتبوا له روعه. انتوا بتعملوا كده ليه؟ قرار انك تدخل الكليه اللي انت نفسك فيها ده مش بتاعك، ده ليها علاقه بالمجموع اللي انت جبته في مواد انت مش حاببها، فخلاك تدخل كليه انت برضه مش حابب، تشتغل شغلانه مع ناس انت برضه مش حاببهم. المرض نصيب لكن العلاج قرار، الجواز نصيب لكن الطلاق قرار، فبرضه انك تعرق كتير ده نصيب، لكن انك تستحمى ده قرار، وقرار سهل جدا. ما تقررش انك تنزل تشتري هدوم الا وانت متاكد ان اصحابك كلهم مش فاضيين، لان لو واحد منهم نزل معاك اليوم هينتهي بانك ما لقيتش ولا حاجه هتليق عليك، وهو هيلاقي كل الحاجات اللي كانت عاجباك لايقه عليه هو، فقرر انه يشتريها كلها. قرار انك تدي عربيتك لمراتك ده قرار سليم طول ما انت بتدفع قسط التأمين بانتظام. قرار انك تتجوز على مراتك محدش يقدر يلومك عليه، بس لازم تكون مأمن على حياتك في نفس الشركة اللي مأمن عليها عربيتك. لازم تفكر 100 مرة قبل ما تاخد قرار انك تسمي ابنك احمد لو انت اسمك موسى. سلام. مبسوط معاكم واتمنى طبعا دعمكم، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسبسكرايب الجميل واللايك والشير والتعليقات اللي هرد عليها طبعا بنفسي، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان لو في جديد يوصله كل جديد. شكرا.